ناخد اول صلاة الفجر. احلى نوم الفجر. تبقى الناس سهرانة طول الليل، صح؟ واول ما الفجر يأذن ما كنت صاحي يا اخويا طول الليل وعينك مفنجله كده، دلوقتي بقى ابوك عمال تعمل لنا كده. الشيطان يقول له خش نام، يخش يناموا. وبتبقى انت نايم برضو وفي عز الفجر. الصلاة خير من النوم. مش ده الشعار؟ المفروض المؤذن بيأذن في الاذان الاول الكاذب يقول الصلاة خير من النوم، يعني كأنه بيقول لك ايه؟ قوم اصحى اصحى. واحد مرة مؤذن كسلان ما قالش الصلاة خير من النوم. ما بيسألوا ليه؟ قال اضحك عليك. قال لا ايه يعني مش مقتنع ولا ايه؟ مش مقتنع يعني ولا ايه؟ ربنا يكفينا شر الكسل يا رب. واحد كسلان قوي ما بيشتغلش، وبعدين مرة واحدة قال لهم الحمد لله انا اشتغلت دلوقتي. اشتغلت ايه؟ قال في مطبعة. ما شاء الله. بتعمل ايه؟ قال بقعد على الورق عشان ما يطيرش. فكرني ب3 سرقوا بنك ورجعوا بالفلوس، فبيقولوا يلا نعد بقى سرقنا كام. قالوا لا 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 بكره نعرف من الجرايد ان شاء الله، احنا لسه هنعد. يا رب يكفينا شر الكسل يا رب. كسل الله لا يوريك. اجمل نكته في الكسل بيقول لك عيله كسلانه، الراجل كسلان ومراته كسلانه والعيال كسلانين. فمراته ايه؟ راحت يعني السوق تشتري لهم خضار، رجعت تخبط على الباب. الواد يقول افتح يد لامك. كسلان يابا. يا بنت امي افتحي لامك. كسلانه ياما. قال لها بخيته روح انت طالق. بص الكسل لسه استنى. من بخيته لما اتطلقت قالت ايه؟ يا خساره يا ريتني طلعت المفتاح وفتحت. الله، يعني كان معاك المفتاح يعني. يعني شفت كسل بالله عليك زي كده؟ كانت معاها المفتاح وكسلانه كمان يعني. المهم، فانت بتجيلك بقى في صلاة الفجر دي يحل عليك بقى لا اوعى اوعى، قوم لصلاة الفجر وجاهد نفسك. شوف سورة السجدة الله يقول ايه؟ تتجافى. تتجافى يعني تتباعد. جنوبهم جنبي عن المضاجع السراير. انا جنبي لازق في السرير والنوم حلو، عايز تتجافى. زق جسمك كده واقعد. هتنحل اول عقدة، تتوضى هتنحل تاني عقدة، تصلي تنحل تالت عقدة. ولذلك بعد بتبقى انت قايم الفجر ده قافل عين وفاتح عين كده من كتر ايه؟ من كتر النوم. بعد ما بتصلي الله راح فين النوم؟ عايزين ننام تاني. الله فين النوم اللي كنا محوشينه ده؟ ما خلص. سبحان الله. قمت فقت. قوم في صلاة الفجر، جاهد نفسك. انت عارف كانت مين جولدا مائير اللي كانت بتقول طول ما المسلمين عددهم اللي بيصلوا الفجر ما وصلش العدد اللي بيصلي الجمعة يبقى اسرائيل في خير، لكن لو عدد المصلين في صلاة الفجر بقى هو عدد اللي بيصلوا الجمعة يبقى اسرائيل في خطر. صح؟ تعرف صح ليه؟ لان اللي نايم يشخر ومش بيضحي بالنوم في سبيل الله هيضحي بحياته في سبيل الله. إن ناشئة الليل هي أشد وطئا وأقوى مقيلة. شيل بس جسمك من على السرير. وبعدين نتكلم بصراحة، يعني أنا كنت في أمريكا بشتغل شيخ، وكنت بنزل بدري طبعا قوي قوي علشان أروح أفتح الجامع يعني وأصلي بيهم إمام وكده يعني. والله يا إخوانا ما أنسى المنظر ده. واحدة عندها 70 سنة وأكتر كمان، وقايمة في عز الفجر في عز الليل. تعرف ليه؟ عشان تفسح الكلب. ويا ريته كلب يستاهل اللي يغيظك. كلب ترانزستور كده صغير بالكهرباء ده ولا ايه مش عارف، كله شعر ويصوصو. احنا عندنا الكلب ابن كلب حلو كده في بلادنا، كلب بيهوهو واخد بالك، ده بيصوصو وقايمه تفسحيه. اقول سبحانك يا رب، اللهم لك الحمد والشكر يا رب. لما كانت امي في سنها بقى تقوم وتصلي ركعتين وتبقى قاعده تسبح كده على المصليه، وبعدين تصلي الفجر، مش قايفه تفسح كلب.
انا بقى لما الشيطان يضحك يلعب عليا شويه كده، هو بقى الوليه قايمه تفسح كلب وانت نايم، قوم فز.